الفقير والإقدام قتال. مشكلة القدر كل ما يعتريك نقص بترجع تقول ليه يا رب، وربنا ما أخفاش المسألة دي فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في معاناة. سؤال تناولته الفلسفة من قديم، مسألة الشر في الوجود، كل شيء بيجري بقضاء وكل شيء لربنا فيه مشيئة. وكان فيه كلام كتير قوي اتقال. المرض زائر تقيل محدش بيحبه، ورد الفعل عند معظم الناس لما يمرضوا خاصة بمرض مستعصي ان الواحد منهم يقول ليه يا رب، ليه يا رب تعمل فيا كده؟ بيعترض اعتراضين مش اعتراض واحد. ليه خلقت المرض اصلا؟ وليه يكون المرض من نصيبي انا؟ وده بيجرنا الى مشكلة القدر. وتعريف القدر بنعرفه بان هو ما يصيب الانسان من خير وشر مما لا إرادة له فيه ولا سيطرة له عليه، وبنعتبره مقدر وبنعتبره يجري بتدبير ومشيئة إلهية. الملحد والكافر معترف بأن فيه كوارث ممكن تحصل رغم أنفه، لكن ما بيعتبرهاش مسألة مقدرة ولا مسألة تجري بتدبير وبمشيئة عليا، ينظر لها على إنها نوع من المصادفات أو الحظوظ، فبيرد المسائل كلها إلى صدف. احنا بنقول ما فيش حاجة بتجري بالصدف ابدا، لكن كل شيء بيجري بقضاء وكل شيء لربنا فيه مشيئة. كل الاحداث متفاوتة بين اصغر حدث واتفه حدث وبين اعظم حدث، فالكل بعلم ومشيئة والكل مقدر والكل مدبر. اذا احنا بنقول ان ربنا قدر المرض، قدره وقضى به على الناس طبعا، لأنه هو بطبيعة الأمر هو اللي خلق الميكروبات أصلا، وبعدين هو اللي خلق أجسام الضعيفة القابلة للعطب. وربنا ما أخفاش المسألة دي فقال خلق الإنسان ضعيفا، وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في معاناة. المسألة ربنا ما أخفاهاش. مما يذكر أيام النبي عليه السلام جات له امرأة مريضة بالصرع وسألته أن يدعو الله لها فتشفى، فأطرق النبي عليه السلام إليها وبعدين قال لها أتصبرين ولك الجنة؟ قالت له أصبر ولكن ادعو لي حتى لا أتكشف، يعني ما بيجي لها نوبات الصرع وتشلح نفسها وكده، فقالت له بس ادعو لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. يعتبر الإيمان هنا والموقف النفسي والتكيف مع الواقع هو العلاج الوحيد. طبعا حديث واضح ان النبي اطلق عليها لغاية ما الوحي بلغه بان الصابر في هذه المسائل، الامراض اللي بتيجي كضربة قدر ولا علاج لها، الصابرين لهم الجنة. وطبعا لهم الجنة بحكمة واضحة، ان يعني انت ما دام ما حسبتش ربنا فهو كمان ما يحاسبكش. كونك ما تحاسبش ربنا على ضر اصابك يبقى هو كمان ما يحاسبكش. يدخلون الجنة بغير حساب، كلمة اللي قيلت على الصابرين كلمة لها حكمة ومعقولة فعلا. لكن طبعا ده الصبر يعني مش صبر مع القبول، يعني معنى الوحيد للصبر يعني الصبر مع الحب والقبول والثقة بالله والثقة في عدله والسكينة من جوه هنا والمعاملة الطيبة للناس. انما اللي هو قاعد يكظم وهو في النهاية عمال ينفجر في العصبية والانفعال ومش عارف ايه، ما هوش صبر. لان الصبر ربنا يراده هو صبر القبول. وهنا فعلا بقى يختلف جدا موقف المؤمن والكافر، القبول والثقة في عدله. طبعا ده بيجرنا الى السؤال المألوف، ليه ربنا قضى بالمرض؟ وليه ربنا قضى علينا بأجسام ضعيفة قابلة للمرض؟ وليه قضى علينا بالضعف أصلا والعجز والشيخوخة؟ والملحدين وبعض ضعاف الإيمان بيتخذوا من هذا التساؤل مدخل ومطعن على العدل الإلهي تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. والسؤال الحقيقة سؤال تناولته الفلسفة من قديم، مسألة الشر في الوجود. وكان فيه كلام كتير قوي اتقال. قالوا ان الخير والشر موجودين فعلا، لكن الخير هو القاعدة والشر هو الاستثناء. الواحد بيمرض ايام شهور لكن عمره بيقضيه في صح. وقالوا ان الشر دائما وراه خير، فالمرض يورث مناعة ويعطي الإنسان جلد وتحمل، وما من شر إلا وراءه خير. حتى البركان شر فظيع، لكن وراء هذا الشر صيانة للكرة الأرضية، لأن بيحصل تنفيس للضغط الداخلي عن طريق هذه البراكين، ولولا هذا التنفيس كانت الأرض انفجرت، وبالطريقة دي بتحتفظ الأرض بتوازنها. حتى الحروب شرور لا شك فيها، لكن قال لك اقرا التاريخ هتلاقي كل الاختراعات تمت في فترات الحروب، وما من حرب إلا وأثناءها حصل اختراعات كبيرة، نظرا لأن بترصد أموال كبيرة وعقول بتقعد تعكف على الموضوع وتفكر. فديا برضو
خير من شر الحروب. هكذا يتتبعوا كل موضوع فيلاقوا كل شر هو شر من جانب وخير من جانب. وبعدين يقول لك ان الشر في النهاية هو اللي بيفرز معادن الناس. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فما فيش حاجة فرزت الناس إلا لحظة المشقة. يبقى هنا المشقة لها دور، هي شر لكن هي خير من ناحية ان هي بتكشف حقائق الناس. كذلك لحظة الحاجة بيبان الكريم من البخيل، والاحتياج برضه مر لكن في النهاية بيكشف معادن الأصدقاء. فإذا برضه ده هنا شر وراه خير. قالوا ان المسألة أكتر من كده، ان الشر أحيانا لازم له لزوم. ازاي؟ قال لك الشر كان مقتضى الحرية اللي ربنا اداها للناس، لأن هذه الحرية اقتضت ان يبقى الانسان حر في ان يصيب او يخطئ. امال ايه معنى الحريه؟ مش معقول ربنا هيدينا حريه ويقول لي مسموح لك بالصواب بس ولا تخطئ. مش ممكن، ما تبقاش حريه. اقتضت الحريه التي اعطاها الله للانسان ان يكون له حريه الخطا وحريه الصواب، والخطا بالتالي بيجرجر وراه الشرور، فاصبح الشر لازم وضروره من ضرورات الحريه. مفيش طريقه انك انت تتجنبه اطلاقا الا اذا كان ربنا يسلب الناس الحريات بالثمن، لكنها ثمن كرام. قالوا اكتر من كده كمان، قالوا يجب الحالات اللي احنا ما نعرفش فيها حكمة الشر ونجد شر من كل الوجوه، لا بيدي خير ولا له مبرر ولا له حكمة، حتى في هذه الاحوال يجب ان نعلق الحكم. ليه؟ أما لأن الحكاية أكنك أنت قاعد في مسرحية وبتتفرج، فإذا ما تستعجلش، علق حكمك، لأن الدنيا عبارة عن رواية تتعدد فصولا. وبعدين بعد الدنيا في حاجة، في آخرة، هتتفتح الأوراق والدوسيهات ويحصل تحقيق، وجايز تشوف إن المرض ده اللي حصل لفلان فعلا كان لازم يحصل له. يبقى إيه الداعي إنك تتعجل في الحكم؟ يعني جايز تبص تلاقي الشخص ده اللي أصيب في صحته، مين أدراك لو كان عنده صحة كان هيعمل إيه؟ أنا أذكر حادثة ما انساهاش لما كنا أطباء امتياز قصر عيني في قسم حوادث. حكوا لي الحادثة الغريبة دي عن شاب جه محمول بحالة نزيف، حادثة عربية، وجه الشاب ده في القسم الإسعاف قصر عيني ودخل مستعجل، كشف ولقوا فيه نزيف الكلى، نزيف داخلي شديد، والخبطة جات له على طول ورا هنا، يعني عملت تمزق في الكلى ونزيف قاتل خلاص. فالمسألة ملهاش حل غير عملية. شوف بقى شاب في عز شبابه هيبتدي يعيش بكلية واحدة، لكن دوريا في الحالات اللي زي دي بتتحول الكلية إلى المعمل عشان تتفحص ويطلع عنها تقرير. فالتقرير كان مفاجأة غريبة قوي، إن هذه الكلية فيها سرطان وليد لسه بيبتدي ينمو. فحادثة غريبة تحصل في اتفاقا في اللحظة دي، فجت حادثة شالت الكلى، يكتشف صدفة إن هو الكلى دي فيها سرطان ابتدى ينمو. فإذا حتى لما الواحد يصاب بشر وما يعرفش حكمته ولا مبرراته وما يقدرش يشوف له وجه مفهوم، ما يصحش ان هو يستعجل على الحكم، لازم يعلق الحكم. وعشان كده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن حتى جايز حياة الدنيا كلها تعدي من غير ما تكتشف الشر ده وحكمته، لكن بعدين في الاخرة لما تتفتح الدوسيهات ويبتدي التحقيق وتعرف حاجات ما كنتش تعرفها، هتشوف ان كان فيه ضرورة ولزوم لكل الشرور اللي حصلت. فبحكم ان حياة الانسان ربنا اداله فرص لا نهائية، سواء كان في الدنيا وبعد كده بعد الدنيا يجي حشر ونشر وبعث وبعدين حياة ابدية، فاذا الفرص لا نهائية. جايز حاجة تحصل في الدنيا وتعوض في الاخرة، ما بتنتهيش بموت. ده الموت ده مجرد واحد بيخش يغير البدلة استعدادا للمسؤول بين يدي الملك، هي مجرد تغيير ثياب بس. فاذا الحياة بالنسبة للمؤمن شيء مستمر، وهي رواية تتعدد فصولا، فهو ما بيستعجلش سواء كان أدرك الحكمة أو ما أدركش الحكمة. بيقول كل اللي ربنا يعمله كويس، وبيقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا هتتكشف وهيتضح إن في حكمة وإن ربنا عادل ولا يشوب عدله شيء. هنا الدخول بقى قضية الإيمان، يعني عدل ربنا لا يمكن إطلاقا يتطرق إليه الشك، فدي قضية ومسلمة من المسلمات الأولى. طبعا ده الفرق بين موقف المؤمن والكافر، لأن هو الكافر ما بيبصش أبدا إلا عند رجليه، والحياة في نظره هي مجرد اللحظة اللي بيعيشها وما فيش بعد الموت إلا التراب، فإذا الحياة دي لازم نتقاتل عليها. فهنا بيبتدي يحكم فورا، لأنه مش متصور إن فيه فصل تاني وثالث ورابع وإن الحياة مستمرة. فهي دي فرق بين موقف مؤمن وموقف كافر. أيضا بيرجعوا يسألوا، خاصة الفلاسفة الإيمانيين، الفلاسفة المسلمين، يقول لك يعني الكافر ده اللي عاوزها جنة، هل يستحقها أصلا جنة؟ طب أنت أصلا رفضت وجود الخالق وآياته وصنعته وكل حاجة، بعد كده ترجع تحاكمه؟ طب أنت أصلا ما رفضته.
انت ما دام قلت ان الحكايه في النهايه صدف واتفاق ومش عارف عشوائيه، يبقى خلاص، يبقى القضيه انت لغيتها من البدايه خالص، لغيت الحكمه من البدايه. تبقى انسان كامل الاوصاف، لان كل ما يعتريك نقص بترجع تقول ليه يا رب، وانت عاوز كمال. والكمال لا يجوز الا لواحد هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكمال ان يتعدد. هيتعدد ليه؟ هو الكامل محتاج لحد يساعده؟ الكامل مش محتاج، فبالتالي الكمال لواحد فقط، والكمال لله. فباختصار اذا كان واحد طالب كل الحاجات دي فهو طالب انه يكون اله، طلب اصلا برضه ملغي من البدايه. فاذا كان كافر فهو بيطلب شيء في الوقت اللي بينكر كل شيء. ما فيش وجه عداله حتى في المناقشه دي من البدايه. ده بعض ما قيل الحقيقه في فلسفه الشر والخير. فقلنا بقى ان موقف المؤمن في هذه المسائل انه بيبص لان الحياه ما هيش مجرد ايام الدنيا، لا، ده الحياه ممتده، في موت وبعدها بعد الموت في بعث وفي حياه وفي خلد بعد كده. فهو نظرته هي نظرته عميقه وبعيده بتعدي الافق خالص. انما الكافر الملحد بيبقى موقفه مختلف خالص، لانه بيبص المساله، بيبص ما بيشوفش الا تحت رجليه فقط، ثم ملوش معتمد ولا مستند في الحياه الا ايه دراعه ورصيده في البنك. فاذا بطرت دراعه وضاع رصيده في البنك يطيش صوابه خلاص، تنتزع روحه من الجذور. ودايما اذا كان الانسان هيواجه حاجات زي كده بلا ايمان بالمره بينتهي الموقف بان هو يبلع له انبوبه اسبرين او ينتحر. فده فرق الكبير بين موقف المؤمن وبين موقف الملحد. وهي دي يعني عظمه الايمان، في انه ممكن انسان بفضل الايمان يشيل احمال اضعاف ما يستطيع ان يحملها الانسان الملحد، لان نظرته بعيده ورؤيته كبيره وفهمه أكبر من فهم وتصوره أكبر من تصور الإنسان الكافر المحدود اللي يدوبك بيعيش في لحظته لحظة بلحظة لحظة بلحظة، والنتيجة إنه بيعيش في توتر دائم وفي حسرات متلاحقة. يدوبك بيفرح لحاجة وبعدين تروح من إيده ويتحسر على حاجة تانية نفسه فيها ما يلاقيهاش، ويعيش حياته كلها حسرات. إنما المؤمن شيء مختلف. المؤمن حقيقة بيعيش ومن جوه هنا زي ما بيقول العارفين: لا تزلزلوا الزلازل ولا تحركوا النوازل. بيبقى ساكن 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 سكون البحر مهما اعتمل في داخل هذا البحر من صراع ومن حيوات لا نهاية لها. وده يدينا مثال عظيم على دور الإيمان في الحياة السوية.